السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم زكريا كالعاده. اخوان، الموضوع اليوم تحت طلب عديد من الاخوان. واحد الاخ خاصه ما عقلتش على الاسم ديالو، ولكن على كل حال قال لي اخويا زكريا كيفاش تتحارب الفاش في هذه المرحله ديال الانتاج. كيفاش تنحاربوا الفاش في الاعشاش والفاش عند الطيور، كيفاش نقضيو عليه، باش لان الفاش اللي كان عندنا في الانتاج تيخرب علينا الانتاج. اول حاجه الاخوان خصنا نعرفوها هو ان لا بغينا نقضيو على الفاش وما يكونش عندنا معاه مشاكل، هو اول حاجه هي النظافه. الاخوان، النظافه هي الاولى. متى تكون النظافه وتكون المكان تدخل ليه التهويه الجيده وتدخل ليه الشمس كذلك الجيده، راه ما تيكونش عندنا الفاش بحال واحد المكان اللي مظلم متسخ ما تدخلش ليه الشمس، فيه نسبه الرطوبه عاليه. يعني هنا هذا هو الاجواء اللي تتحب هي الفاش او الهمشه او القمل اللي تيحب يتكاثر فيه. بالنسبه لنا حنا كمربيين ديال الطيور يجب علينا ان النظافه ثم النظافه هي رقم واحد. راه النظافه وخاصه في هذه الاوقات دابا الايام اللي غتكون درجه الحراره عاد تطلع وعاد تلقى الملاذ ديالها وتلقى البيئه ديالها الفاش، لان تيحب هو الدفء وتيحب الرطوبه وتيحب الظلمه. من غيلقى هو هاد يعني هاد العوامل غيزيد ينشط اكثر. من تلقى الصيف تيدخل والاوساخ والطويرات مالينش فيهم تينشط الفاش اكثر. حنا باش نحدوا ليه يعني عدم انتشار ديالو هو اول حاجه كما قلنا النظافه. من بعد النظافه تنديروا الوقايه خير من العلاج. ومسبر كاين عديد الاخوان اللي تيدير الوقايه خير من العلاج، كاين اللي تيستعمل مواد طبيعيه بحال تيدير الحلبه ولا تيدير منقوع ديال الثوم ولا منقوع ديال الشيح ولا هاد المسائل. هادو الاخوان، هاد الحلبه وهاد الثوم وهاد الشيح، هادو اش يديروا؟ تيجريو او لا الفاش لا تحب رائحتها، الرائحه ديالها ما تتحبهاش، بمعنى ان هذاك الفاش تيمشي من هذاك المكان اللي فيه الحلبه ولا فيه الشيح ولكن هذاك الفاش واش تيموت؟ ما تيموتش. الفاش ما تيموت، تيبقى عندك في القاعه ديال الانتاج ولا تيبقى داير عندك في المحيط ديال القفص ولا محيط ديال الطويرات. تتبقى احسن حاجه الاخوان في هذه الاوقات ديال الانتاج بغينا نحاربوا الفاش هو تنستعملوا ليه واحد الدواء اللي يكون بيطري، دواء بيطري ومشهود له بالكفاءه ديالو وما يكونش مغشوش، يكون تناخذوه من عند البيطري ولا عند اللي تيبيع مستلزمات الطيور، تيكون انسان ثقه صادق تيبيع لنا منتوج يعني اصلي غير مزور، ما فيهش حتى شي شوائب اللي ربما ما يقدرش لنا على الفاش وربما يقدر يضر لنا الطويرات. بالنسبه لي الاخوان طريقتي الشخصيه تنهضر على راسي وكاين باش نخدم وباش نحارب الفاش في هذه الوقيته هذه. كما تلاحظوا الاخوان، او واحد السائل كاين هنايا في الابره في السرنج وفي ان ميلي كما تلاحظوا، هذا ماده ديال الايفوميك. الماده ديال الايفوميك او الماده الفعاله هي ايفرميكتين. ماده الايفوميك الاخوان هي هذه، ها هي باش نوضح لكم، انا ما عنديش البواطه ديالها، ديروا في جوجل ولا في سميتو الايفوميك. الماده الفعاله هي ايفرميكتين وتناخذوه 1%. انا تناخذ هذا 1%، تنجيبو مع هاد البيطاري تيبيعوا بالديطاي. يعني باش غنشري بواطه بحال هذه كما الاخوان تتشوفوا، هي علبه، يعني العلبه ديالها الاصليه باش غنشرينا هذه غاليه عليا، تدير واحد 400 درهم، هاد البواطه فيها 50 ملي. بالنسبه لي تنشريناها هذا بالعبار تيبيع ليا 1 ملي ب 10 دراهم، مع العلم انه من تنديروا لي التقسيط تيربح هو اكثر، ولكن بالنسبه لي انا راه مربحاني 1 ملي. ها كما تلاحظوا 1 ملي، هو 1 ملي تناخذو ب 10 دراهم. وهذا كيفاش تنخدم به الاخوان؟ هنا كما تلاحظوا باش نبين لكم الصوره اكثر، راه هو هذا، ها هو ملي تمشي على الطبيب او الطبيب بيطري تيجبدوا لي من هاد البواطه بالسورانغ وتيقدموا لي وتناخذوا من عنده. هنا كيفاش غنخدم به الاخوان؟ الطريقه ديال الخدمه به كيفاش دايره؟ تنديروا نقطه في الرقبه ديال الطائر، هذا راه درت منه بزاف، هذا عمق،
هذا الاخوان راه عمى. انا بغيت نعطيكم على فكره، اما هذا عمى، هذا ماشي هو الايفوميك، هذا عمى. تنديروا نقطه، واخا النقطه جاتك كبيره، ولكن النقطه للطائر تجيها بحال هكا، تجي واحد النقيطه صغيره للطائر في القافه ديالو. وبالنسبه لي الا بغيت نخدمو في الماء، تناخذ كما تلاحظوا الاخوان هذه قرعه ديال نصف لتر ديال الماء، تناخذ ربع لتر من الماء، ربع الربع، نصف القرعه، الربع لتر ديال الماء، تنضيف فيه هاد ان ميلي. هذا راه عمق، انا نديرو حنا بحال هو نيت، ولكن هذا راه نص لتر الاخوان. هاد القرعه تتحمل نص لتر في الوزن ديالها ديال الماء، نصف لتر. حنا ناخذوا ربع لتر، يعني الرابعه ديالها، وتنضيف على هاد ان ميلي اللي تنجيبها من عند البيطاري، تنضيفها انا هنايا، تنضيفها وتنشد هاد القرعه. ولا بغيت ندير نص لتر تندير 2 ميلي من هذا، وتنشد هاد القرعه وتنحركها مزيان. تنحركها مزيان وتنديرها في هاد البخاخ، تنديرها هاد الماء هذا تنوضعو في هاد البخاخ، وتنرش الطويرات، تنحيد الماكله والماء، وتنرش الطير، وتنرش القفص ديالو والمحيط ديالو. انا نوريها لكم بالانتيبو، انا نوريها لكم ماشي بالايفوميك. دابا هنا هضرنا على المنتوج ديال الايفوميك، هنا هضرنا على هذا المنتوج، كيفاش الطريقه ديالو تنخدم بها. انا تندير ان ميلي في رابعه الماء وتنحركها مزيان، وهذاك الماء تيدير واحد الكشكوش او واحد الرغوه واحد لاموس، وتنتاكد بان راه الدواء راه اندمج، لان هذا الايفوميك ماده زيتيه، ما نخلطوها في الماء ما تبغيش تندمج مزيان. فيما تنبغي نرش بحال هكا على الطويرات، تنحاول نحركها مزيان ونرش، باش نحاول ان يمشي ليا الزيت ويمشي ليا الماء ويخرج ليا من الراس ديال البخاخ، ومن نكون درتو على الفراخ يعني يشد فيهم هذاك الايفوميك ويدير النتيجه ديالها. دابا حنا هضرنا على الايفوميك الاخوان، دابا ان شاء الله نمشي معكم الطريقه الثانيه او الماده الثانيه اللي تنخدم بها. الماده الثانيه هي عباره عن مسحوق الاخوان، هي هذه ما يسمى الانتي بوس، تتباع عند البيطاري، وهي خاصه بالدجاج والحمام كذلك والطيور. هي الاخوان، هي هذه، انتي بوس، عقلوا عليها وشوفوها ودخلوا لجوجل قلبوا عليها مزيان، اللي بغى يفهم بها مزيان. هاد الانتي بوس دايره من تتباع ولا خديناها من عند البيطاري، يعني هي هذه، الشكل ديالها الاخوان، يعني فيها القمل، فيها الصراصير، فيها الحشرات، يعني جميع الحشرات اللي غيتسلطوا على الطيور مزيان ليهم. هاد الانتي بوس الاخوان دايره حوالي، حتى هي دايره واحد 400 درهم دابا، ربما حتى ل 450 500 مع الازمه دابا الغلاء ديال الاسعار. هذه تتباع البيطاري فيها كيلو. بالنسبه لي انا غنشري كيلو بزاف عليا، لان هذا الكيلو تنخلطوه مع 400 لتر ديال الماء وتنرشوه على الحمام وفي الاماكن ديال الحمام، ونقدروا نديروه حتى بودره. انا بالنسبه للاخوان هذه ب 400 درهم بزاف عليا، غنشريها. تنشريها بالتقسيط، تنشريها ب 20 درهم، حوالي واحد 20 غرام 15 غرام تناخذها بالتقسيط. هي كما تلاحظوا مسحوق، عباره عن مسحوق ابيض. وهذا الشيء كامل الاخوان، لا انتيبو ولا الايفوميك بحال هاد البرا نحديو نسدوها على الدقنا ولا شي حاجه راه فيها مواد سامه، ولا نديروها في عيننا ولا هاد المسائل. هذه كيفاش نخدم بها الاخوان؟ هاد الغبره ديال الانتيبو كيفاش نخدم بها؟ نقدر بحال دابا ها هما عندي الاعشاش، تنجيب الاعشاش وترش عليهم بحال هكا، هات الرش، ونفركو بحال هكا ندخلو مزيان، وغنمشي نغسل اليد الاخوان. وهي مع العلم راه امنه، راه تنديرو كاع الطويرات وما تتاذيهمش، تندير ليه بحال هكا. ولكن كاينه واحد الطريقه اخرى عاوتاني حتى هي غنتقاسم معكم ان شاء الله. هنا تناخذوا واحد شويه ديال تسمحوا لي، واحد شويه ديال الماء، وتناخذ هاد الانتي بوس. شوف بحال دابا هذا، ها ياك، ها كيما تتشوف، ها هو خلطته مع الماء. اش غندير ليه؟ غنشد هذا، هذاك الماء
اللي فيه الانتي بوست ها هو خويتو في الطابي لداخل. والاخوان راه امن، راه ما يضر الفريخات. تنضرب معكم بالتجربه ماشي ديال عام ولا عامين. تنديروا ليه بهذه العمليه، تنخوي هذاك الماء وتنديرو تنخليوه حتى تيكرم، حتى تيبس واحد النهار ولا هادي، وتنحطوا ديك الساعه الانثى تدير به العش مخير. وكاينه طريقه اخرى الا بغينا نرشوه، كاينه طريقه اخرى الا بغينا نرشوه. تنجيبوا، سمحوا لي باش نوضح لكم الصوره اكثر. ها انتم غنديروا الميزان ديالنا بحال دابا. غنجيب هاد القواعيط هذا، شوف ها هو قاعد، غنحطو فوق الميزان، غندير ليه الطاره باش ما تيبانش لكم دابا الوزن. هو دابا هنا غيبان الوزن. من بعد الاخوان غنجيب هذا بحال دابا اطرو هنا الانتيبو، 2 اطرو ديال الماء، 2 لتر ديال الماء، تنديرو فيها 2 الغرامات، يعني كل غرام في اطرو. انا باغي ندير على نص اطرو، انا باغي ندير نصف لتر. اش غندير؟ غناخذ نص غرام. هاد الميزان باش مزيان، ميزان بحال هكا باش مزيان. نص غرام هي 50، 30، 40، 45، 48. يلاه بالي درنا 50 الله يرضي عليك. هادشي خوينا بزاف. 56 ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل. دابا اش غنشدو؟ سمحوا لي راه ما عندي السيبورا، وراني عام معدي بواحد المساله، ولكن ان شاء الله دير الواجب حتى هي ديالها. تنشدو ها هو، تنشدو هاد الانتي بوست اللي عندنا ياك، نديروه في هاد القواعد بحال هكا، تنديرو ليه بهاد العمليه بحال هكايا، ونجيبو الراس ديال القنينه وتنوضعوه فيها. شوف ها راه مقعدنا والو في القاعد. هنا اول حاجه الاخوان قبل ما ننساها هو هاد الماء، هذا الماء اللي ديرو ماء دافي، الماء ماشي سخون شديد الحراره مئوي درجه مئويه، وماشي بارد دافي سخون. علاش؟ باش هاد المحلول ديال الانتيبو تنساعدوه في التحليل ديالو. وتنجيبو وتندير ليه بحال هكا، هانتوما الاخوان، تنحركها بحال هاد الشكل هادي مزيان، ونخليها. انا بحال دابا تنخليها باش تعرفوها دوريجين انتيبو تيدير لنا لاموس، تيدير لنا الرغوه. وكانت شي نوعيه رديئه يعني ماشي جوده عاليه ما يديرش لنا هاد لاموس. تنحلو واحد شويه هنا فيه غازات يتنفس واحد شويه، ونسدو تنخليه بحال دابا انا تنخليه ليله كامله. تندير هاد العمليه درتها البارح، هاد العمليه خليته ليله كامله. شنو عطاني؟ ها هو هنا عطاني هو هذا، ها هو كما تلاحظوا. انا ما بغيتش نخلطو، ها الانتي بوس ها هو حاتل لتحت. علاش هاد العمليه تنديرها؟ باش من نحول هاد الماء اللي فيه الانتي بوست تنحولوا لهاد العلبه ديال الرش ديال البخاخ، ما يبقاش ليا مشكل. لان هاد الماده، هاد المسحوق ديال الانتي بوست راه تيدخل لينا لداخل هنايا وتيبوشي لينا هاد العين، تديبوشي هادي ما تبقاش باغي يخرج منها السائل. تنفضل تندير هاد العمليه. انا غنخويها منها يبقى واحد شويه غنخلطو باش يبان لكم واش انتي بوست ولا ماشي انتي بوست. دابا تنشد هاد الماء، تنحاول تنديرو هنايا في هاد البخاخ هذا. اسمحوا لي اخوان غيجي فيديو طويل ولكن راه فيه الفائده ان شاء الله. وهادشي تنهضر معكم بخلال تجربه، الحمد لله تجربه ديال خوكم زكريا. ما تبقاوش تشوفوا الفاش نهائيا. هانتوما ها هو تحرك، شوف من وصلت ليه لتحت ديالو، ها هو تخلط. هذا الاخوان اش غندير ليه؟ هذا هذا غنضيف عليه المانيت، غنضيف عليه ماء، غنضيف عليه واحد الرابعه ديال الماء تقريبا، وترشه في الجناب ديال الغرفه، في الحيط ديال الغرفه. نرشو مزيان في الغرفه، في الارضيه مزيان، ما يضيعش ليا. هذا بغيت نخويه حتى في الارضيه بحال هكا، نخويه امن، ما تخافوا، ما يضر لكم لا فراخ لا والو. وهنا الاخوان من درنا الانتي بوز ديالنا درناه هنايا، حيت راه كاين عده انواع الاخوان، كاين عده ادويه، عده منتوج. انا درت لكم على الجوج اللي تنخدم بهم، ايفوميك الماده الايفيرميكتين، والانتي بوس الماده الفعاله هي كرباشه. وهاد خرباشه ولا كرباشه راه كانت تتباع شحال هادي، وكانت تتباع بواطه هذوكا ب 20 درهم، وكانت رخيصه، وكان الوقت زين، وداك الشيء كامل كانت زوينه، وكنا صغار كاع وتناخذوها. وتيقولوا لنا الموالي على قبل منا الكبار تيقول لنا خذوا واحد المعالقه صغيره من هذه وديرها في اطروط الماء وحركها مزيان ورشها على الفراخه، ما تلقى لها مشى لا والو. الحمد لله كبرنا
ولقيناها باقا خدامه وباقا الحمد لله تعطي النتائج ديالها والمفعول والفعاليه ديالها. هنا دابا غنمشيو للطويرات نوريكم الطريقه ديال الرش ديالها. يلا معايا الاخوان. هنا كما تلاحظوا الاخوان هما الطويرات عندهم الشرابات ديالهم، عندهم الماكله ديالهم، غنحيد لهم الماكله وغنحيد لهم الشرابه ونحيد لهم هاد الوكالات الصغيورين، هاد الفيتشات اللي تنعطيو فيهم شي حبوب، ونحيد لهم هاد المواد. رغم مواد التعشيش غنخليهم. علاش؟ يعني انا راه جربت هاد القضيه الاخوان، رشيتهم فوق الماكله فوق الماء، بغيت ندير تجارب ما وقع والو. الطويرات ما وقع ليهم والو، ولكن يعني نزيدوا الامن اكثر، نحيدوا الماكله ونحيدوا الماء. وانا نوريكم طريقه الرش ديالي كي داير. نحيد الماكله والماء وانا معاكم. وهنا كما لاحظنا الاخوان احنا حيدنا لهم الماكله باش نحيد الحريقات هي راه ديما ما كاين الحريقه والالتفاف الاخوان. هذا هما الفيتامينات، ما عندنا نيكتون اس نيكتون او لا ادي 3 او لا ايتها، كل ما هو طبيعي وجيد ان شاء الله. هنا الاخوان هانتم ما نبغي نرش شوف هانتم تيبان لكم الاخوان، تنرش فوق العشب هذا هو الاول، ونرش الجناب ديال القفص ونرش القفص براسو وغنرش حتى على الطيور. هانتم نتمنى تكون تبان لكم الصوره اكثر. هنا غنتاكد بان الفاش راه ما غيبقاش وما عندو فين غيتكاثر حتى لتحت ديال الشا ديال القفص. هانتوما راه تنرش، ماشي تنرش عشويه ولا تنرش، يعني داكشي اللي خاصو يطرش. هانتوما صافي. والطويرات حتى هما رش امن، ما تخافش على الطيور. وهاد الطويرات حتى هما هادو غنمشي معاهم حتى هما بنفس الطريقه، حتى هما نحيد لهم الماكله وغنحيد لهم يعني جميع المسائل الوكالات الشرابات ونرشهم حتى هما. هنا الاخوان الحمد لله هنا ملي تنديروا هاد العمليه بالنسبه لي شخصيا نقدر نديرها من 15 يوم 15 يوم، نديرها من 10 ايام ل 10 ايام، مع النظافه مع يعني عديد من المسائل. وتدوش تعطي دوشوا الطويرات، ضروري يدوشوا الطويرات. وتنستعمل هذه خاصه في هذه المرحله ديال فهمتي، في هذه المرحله ديال يعني ديال الصيف نعاود يسخن الحال. وهاد البلابيل تا هما نرشوهم اشنو اش كاين. وهذه هي احسن طريقه الاخوان بالنسبه لي انا خدام بها. لا درت الانتيبو نقدر ندير الانتيبو هنايا ونرش، وندير ايفوميك ونرش وما كاينش مشكل. وهنا تنكونوا تاكدنا هي دابا الريحه ديال الانتيبو تنشمها فهمتي، ونخوف هاد الاماكن بحال دابا نعدي هادو. شوف هادو ديال سميتو ديال الخيوطه ديال مينيتري، ولا حتى ديك الكاميرا اللي كتشوفوا ديال الكاميرا ديال المراقبه، يعني تنرش ما تنخافش. راه تنقول لكم امن شحال من رشه رشيت. وهذه هي الطريقه اللي تخدم بها خوكم زكريا، يعني ما خبيت عليكم والو. هذه هي الطريقه اللي تنمشي بها، والحمد لله لقيتها امنه بالنسبه للفاش. لانه واحد العام خرج لي الفاش ما عرفتو منين خرج، نهار هجم عليا. الله المستعان الله المستعان، لا فراخ لا انتاج. يعني حتى العش الاول جبته، يعني جاو الفريخات ديال العش الاول، العش الثاني سخن الحال وكثر الفاش ولاو تيموتوا الفراخ. والحمد لله نهار تبعت هذه الطريقه هذه ديال الايفوميك ولا ديال الانتيبو مع النظافه. لان ما عنديش الشمس، انا عندي وسط الدار عايشين الطيور، انا عندي وسط الدار ما تدخل عليه من الشمس لا والو. خاصني ديما النظافه وديما شي مواد اللي تحاربوا الفاش ما يتكاثرش عندي، ما خاصوش يبان. ونتمنى من الله تكون المعلومه وصلت، ولو ان الفيديو شويه طويل، ولكن ان شاء الله راه تستافدوا منه. بالنسبه كما قلت لكم تنديروها في الطابيه الانتيبو، تنرشوها في الطابيه ولا نديروها مع الماء باش تلصق، تتولي واحد الماده سائله وتتلصق لينا سميتو، ولا تنرشوه بهذه الطريقه هذه. وهذا راه مازال نرشوهم ان شاء الله. تشوفوا الارضيه راه نقيه، راه ما كاينش اوساخ هاد المسائل، وترش مزيان ليهم. ولا كان افضل كان بخاخ، كان واحد البخاخ اوتوماتيكي فيه بومبا تيتشارجا تصط ما تبقاش تسمع ديك، لا تتولي دير ليها بحال هكا. هذيك زوينه ما تيبقاوش يخافوا منها الطويرات.
وهذا الشيء اللي كاين معكم خوكم زكريا. كاين شي سؤال شي استفسار مرحبا والف مرحبا والله يسر الامور.